بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك الفهم، اللهم إنا نسألك العمل. سعيد نلتقي مع بعض في رحلة جديدة تماما من رحلات التريننج، ألا وهو الذكاء العاطفي. أولا بشكر الحضور الكرام. دكتور عبد الخالق، ازي أحوالك؟ أخبارك إيه؟ دكتور ندى، أهلا بيكي. دكتور سيد التزلي، أهلا بيك، ازي أحوالك؟ دكتورة زهر، أهلا بيكي. دكتور خطاب طبعا على راسي، ودكتورة دعاء. فشرفتونا حقيقي. والنهارده ان شاء الله موضوع قيم جدا اللي هو الذكاء العاطفي. هنفهم يعني ايه محاور الذكاء العاطفي النهارده. مقدمه عن الذكاء العاطفي عشان هو كورس كبير. فالنهارده كافري وبنار معرفه بيه. وكمان هيشرفنا دكتور صبري، هيدينا جزء عملي عن الذكاء العاطفي. فمبدئيا كده احب ابقى اسمع منكم إيه اللي تعرفوه عن الذكاء العاطفي، إيه اللي اخذ فيه كورسات، متوقعين فيه ايه من الذكاء العاطفي لحد ما نبتدي بس. ممكن اقول بشكل عام يعني او مختصر ان هو اتفضل يعني انك اتفضل. تفهم مشاعرك واحاسيسك. انت تقدر تحددها وتسميها اها. وتلاحظها في الاخرين، صحيح جدا. وتبني على كده بقى تصرفاتك بقى وسلوكك عليها يعني. صحيح كده، انت خلصت الكورس النهارده كده. صح. تسلم. آه. مين تاني مر عليه الذكاء العاطفي او درس ممكن فيه او اقول قرأ فيه؟ برضو. اتفضل يا دكتور. انا لسه اصلا كنت عامله برزنتيشن عن الايموشنال انتليجنس، يعني كنت لسه آه. عاملاها البرزنتيشن لسه عندي على فكره. يا سبحان الله. آه. آه بس فهو توبيك حلو قوي وموفق مم. جدا ما شاء الله يعني. مم. كنت في البرزنتيشن اللي انا عملتها دي اعتمدت على الكتاب بتاع دانيال جورمان. اه. هو عامل كتاب اسمه الذكاء العاطفي او ايموشنال انتليجنس، وكتاب حلو جدا. هو تقريبا هنا واحد اللي هو الذكاء العاطفي اللي هو واحد، وبعد كده اتفضل كملي. اه. بس فهو يعني بشكل عام عشان انا الخص الكتاب ده وقتها لما جيت اعمل برزنتيشن، هو كان بيقسم الذكاء ده او الذكاء العاطفي لاربع حاجات. اتنين ليهم علاقة بالشخص نفسه ومشاعره، واتنين ليه علاقة بالاخرين بقى. صحيح. فاول حاجة ان هو يبقى سيلف اوير. حضرتك مهم. حطيت اللي هي اه ماشي، السلايد. لا لا صح، اتفضلي كملي. صح. اه. ان هو يبقى سيلف اوير، يبقى عنده اه. وعي زي ما قال الدكتور دلوقتي بالايموشنز بتاعته، هو يبقى فاهم نفسه. مهم. وبعد كده يعمل ريجوليشن بقى للمشاعر بتاعته دي او الايموشنز دي. في الكتاب ده هو كان بيتكلم في كل حته في كل في الكتاب ده، في الشابتر ده كان بيتكلم عن ان كل شعور ليه طريقه معينه ان انا اعمل له كنترول بيها. مم. يعني ان انا هندل الغضب مش زي ان انا هندل الحزن، مش زي ان انا هندل الحماس، كل واحد فيهم بيتهندل بطريقه معينه. تمام. الحاجتين التانيين بقى ان هو يكون واعي باللي حواليه وبيعرف ازاي يتعامل معاهم وازاي يكون برضو متعاطف معاهم. فدول التو سكيلز الباقيين يعني. فده ملخص الكتاب. اشكرك حقيقي. هو فعلا اللي اسس العلم اللي هو دانيال جولمان، وبعد كده جه ترافيس برادبيري اللي هو عمل الذكاء العاطفي اتنين وتعمق فيه. الحمد لله جايب كتاب قريب اوريه لكم دلوقتي ان شاء الله، عملي اللي هو حوالي 200 صفحه كده، اللي هو تمارين بقى عمليه قبل وبعد، وان شاء الله نشترك في الكورس نحاول نطبق فيه. فاشكرك جدا جدا والله. دكتوره ندى كاتبه في الشات: تفهم نفسك، تديرها، تفهم اللي قدامك، تبني علاقات. صح جدا. تمام. مين تاني مر عليه الذكاء العاطفي او قرا فيه او كده او متوقع فيه حاجه؟ في برضه زي ما زمايلي قالوا في زيادة عليهم ان انا اعرف اقرأ الناس. آه ممكن من موقف او موقفين او من طريقة كلامهم. صحيح. فبرضه نقطة واخدة بالي منها يعني في حتة المشان انتليجنس. صحيح، واحنا عايزين اصلا، هي القصه كلها إن نقرا الناس اصلا ونطلع بحاجه اه منها. ده الجزء الاصيل بالظبط. فعلا من الذكاء العاطفي. صحيح جدا. طيب، حد حابب يضيف شيء؟ طيب هبتدي باللي انتوا قلتوه. فعلا هو الذكاء العاطفي ما هو الا اربع حاجات بس. نبتدي بناخد بس فقره بسيطه كده في الاول، ان هو تفريقه ايه عن الاي كيو. قال لك الاي كيو هو الذكاء العقلي التقليدي، اللي هي الكفاءات بتاعتك. ممكن نقول المهاره، انك عارف تحسبها، تدير شغلك ازاي. ده جزء مين بتاع اللي هو الاي كيو.
علشان كده حتى لما قالوا الايموشنال انتليجنس عشان يقارنوه بيه مثلا، يبقى ده فيرسس ده، خلاها كيو مثلا تبقى اي كيو. فالذكاء العاطفي هيبقى ايه؟ هو القدره زي ما انت قلت بالنص، يعني مراقبه مشاعرك انت كفرد ومشاعر الاخرين. طيب وتقدر تميزها زي ما الدكتوره دعاء قالت مثلا ما بين الحزن والغضب وكل مشاعر وتتعامل معاها ازاي. طب انت وانس انك سميتها، قدرت تلقطها، بعد كده هتعمل ايه؟ هتدير نفسك وتدير الاخرين. فده ببساطه خالص. لان الحياه كلها مبنيه اصلا على الذكاء العاطفي. حتى بيقول لك اي شغلانه، يعني دي كانت احصائيه برضو فيها احصائيات هتعجبكم جدا النهارده ان شاء الله. بيقول لك 58% من اي شغلانه في العالم مبنيه على الذكاء العاطفي. مشاكل الفريلانسنج، الديزاينرز، التواصل اصلا مع العملاء، كل اللي عاملين كل شويه يطلب تعديل تعديل تعديل. لما الاسيستنت تقول لك ما الف لفه وتعالى، لما الدكتور يقابلك بشكل وحش، لما يكون في اكتيفيتي وما يعملهاش، كل ده كله مبني، هتلاقي امور كتيره جدا مبنيه على الذكاء العاطفي. الناس 80% تقريبا، كام 80% او اكتر 90% من الناس بتشيب 89 بالظبط يعني، عشان اللي هي مصدر كانت اماكم من الجمعيه الامريكيه للاداره. 89% من الناس بتسيب شغلها بسبب المدير، او اسباب متعلقه بالمدير، يعني مش المدير مباشر، كمان اسباب متعلقه بالمديرين، منها الكوتشنج، منها الفيدباك، منها البروجريس بتاعه. فالايموشنال انتليجنس بيفرق جدا مع الناس، بيفرق كتير جدا. تمام. فبالتالي ما فهمه يعني يفرق جدا معاك. للاسف انا اتاخرت جدا جدا في دراسته، برغم ان الكورسات بتاعتي 90% منها او اكثر مبنيه على الذكاء العاطفي. بس كذكاء عاطفي تعريفا وبالبارامترز بتاعته والبيلرز بتاعته، لا ما كنتش قرأت فيها. كان مجرد قراءة عابرة أول ما بدأت حياتي المعرفية في الشغلانة. بس لقيت نفسي أنا أصلا 90% والحاجات دي هتلاقوها أصلا في كل الكورسات الحمد لله. فالذكاء العاطفي بيرتكز على 4 مكونات معرفية أساسية. هي إيه؟ القدرة على إدراك العاطفة، أنت تبقى فاهمها، ودمج العاطفة في التفكير، وفهم العواطف وإدراك العواطف بفاعلية. طب الأربعة دول يدوا لك إيه؟ يدوك حاجة اسمها الكفاءة العاطفية. يعني هتلاقي المسميات اللي احنا بندور عليها اصلا وعايزين نشتغل من خلالها هي مكونات الذكاء العاطفي، اللي هو الوعي الذاتي، ضبط النفس نفسه، السيلف ريجوليشن، المثابره، وتكمل هدفك للاخر، الثقه بالنفس، الدافعيه وانك تتحرك، التعاطف، التكيف، الكريديبيليتي، العمل التعاوني. يعني اشارككم بشيء. عندي كتاب، ده ثمنه على امازون عامل $132، الهارد كوبي بتاعه $132. الشابتر الاولاني كان السيلف اويرنس. مش عايز اقول لكم ان الشابتر ده كان فارق جدا في حياتي. عمل HBDI وMBTI وديسك وكويشنيرز في الليرنينج. مجرد بس الكورسات اللي انا بديها مجرد اجزاء من شابتر في الكتاب ده. ففكره انك تبتدي حياتك بالوعي وتبقى فاهم نفسك وقدراتك فظيعه جدا. وهنعرف احصائيات يعني تصدمنا في موضوع الوعي بالذات. والزملاء اللي اخدوا معايا كورسات بورسينا 1 و 2 واستوعبوا اللي بيحصل، الدنيا بتتغير معاهم تماما. ازيدكم من الشعر بيت، الموضوع الكورسات بتاعت السيلينج سكيلز نفسها، ودايما باكد ان انا ما بقدمش حاجه جديده في السيلينج سكيلز. فالناس مجرد بس تعرف اللي هي اللي كانت بتعمله في الواقع او في الفيلد اسمه كذا، الدنيا بتتطور معاهم بشكل رهيب. ضبط النفس، ودي اكتر حاجه يعني الناس بتعاني كتير جدا منها، وخاصه الفيميل، والله ميل وفيميل. وضبط النفس مشاعريا ولفظيا، ويثبت بقى مشاعره او ينفجر في اللي حواليه او يبان عليه، وكلمه تزعلها، كلمه توديها، رد فعل من اسيستنت، من دكتور، من مدير خلاها تسيب الشغل وتمشي، او يوم هيقفل. فضبط النفس رهيبه جدا. هتلاقي ضبط النفس ومثابره من اصلا من اجزاء من برضو الذكاء التنفيذي، هتلاقيه موجود على الابلكيشن دبل فيزيت. المثابره، في ناس بتبتدي الشغل بتاعها او تبتدي حياتها او تبتدي اي بروجكت وما بتكملش للاخر. طب ليه؟ جزء من الذكاء العاطفي. انه يقوم اصلا ويتحرك من السرير بتاعه او يجري، جزء من الذكاء العاطفي. التعاطف، كلمه ده اهي، اكتر تدريب انا بعته، اكتر تدريب انا رشحته، هو كان خاص بالتعاطف. عندي كتاب برضو هنا لجالوب، اللي هو سترينثز بيزد ليدرشيب. الكتاب 4 كلمات، الكلمه الثانيه فيه شو كومباشون. يعني ربع الكتاب حرفيا بيشرح يعني ايه ازاي تتعاطف من خلال 132 طريقه.
الادابتابيليتي رهيبه جدا جدا، ودي مشاكلنا والتصادم بيحصل. المصداقيه بقى طبعا مش محتاجين اقول لكم فيها، او العمل التعاوني. ده كله بيندرج تحت مين؟ تحت بنود من الذكاء العاطفي. طيب انا محتاج ايه؟ افهم ايه؟ زي ما الدكتوره دعاء قالت بالظبط والدكتور احمد، الذكاء العاطفي عباره عن كلمتين اتنين بس: افهم نفسي وافهم الاخر. طب افهم نفسي من خلال حاجتين: الوعي بذاتي. طب انت وعيت بنفسك، هتديرها ازاي؟ طيب هتفهم الاخرين ازاي وتديرهم ازاي؟ دي ببساطه الاربع محاور بتوع مين؟ الذكاء العاطفي. يبقى اعتمد على اربع حاجات او اتنين بيلرز رئيسيين: انا والاخرين. انا افهم نفسي واديرها ازاي، وافهم الاخرين واديرهم ازاي. دي فكره الايموشنال انتليجنس برغم بساطه الكلمه. لكن 64% من الناس ما بيعرفوش الوعي، عندهمش وعي بالذات، ما يعرفش يدير نفسه اصلا، ما بيعرفش يفهم الاخرين. تخيلوا 64%. يعني كل ثلاثة انت بتقابلهم فيهم اتنين مش عارفين حاجة عن نفسهم ولا عارفين يديروا ازاي. يعني انت كده كده هتخبط مع الناس اللي مش عارفة تدير نفسها ولا تديرك ولا تتعامل معاك بشكل اكتر من انك تبقى شايف ومقابل واحد فاهم نفسه. فان شاء الله النهارده هتكونوا انتم من ال 36% اللي عارفين يديروا نفسهم، يبقى فاهمين نفسهم ويديروا الاخرين. فببساطة خالص الاربع بيلرز بتوع الايموشنال انتليجنس: الوعي الذاتي بنقول عليه سيلف اويرنس، وبعد كده السيلف مانجمنت، السوشيال اويرنس، والريليشن شيب مانجمنت. دول من الاربع بيلرز اللي هنتكلم فيهم. طبعا تحت كل واحده هتلاقي امور كتيره ازاي نفهمها وازاي نستوعبها وازاي نقيسها وازاي وعلى تمارين عليها. دي هنتكلم فيها في التفصيل بعد كده، بس زي ما قلنا النهارده مجرد مقدمه ومجرد عناوين، والدكتور صبري هيكون معانا هيشرح لنا جزء. يعني ايه الوعي بالذات؟ قال لك هو ده الاساس كله بتاع الذكاء العاطفي، اللي هو تقدر تفهم مشاعرك وفهم تاثيرها على افكارك وسلوكك. في حتى بناخدها في جلسات الكوتشنج حاجه اسمها دايره المشاعر، انك تسمي المشاعر اللي عندك اصلا. دي كانت حاجه غريبه جدا عليا لما خدتها في الكوتش. انا ما جبتش العجله، ممكن لو دورتوا عليها اللي اسمها دايره المشاعر. كميه من المسميات باللغه العربيه وباللغه الانجليزيه العقل فعلا ما يستوعبش ان كانت دي المسميات دي موجوده. طيب هيفرق معايا ايه ان انا اسميها اصلا؟ ولله المثل الاعلى. اول نسمي المشاعر بالظبط كده. ولله المثل الاعلى. اول من نعم ربنا على سيدنا ادم اللي انعم عليها هو في الجنه: وعلم ادم الاسماء كلها. فكونك تفهم الموضوع نفسه، لا بتفرق جدا جدا معاك. احد طرق التعلم اصلا، او علم حد اصلا، النموذج بتاع ماكنزي اسمه الفورمات، لا رقم 4 وجنبها كلمة مات. بيقول لك لما تيجي تشرح أي معلومة لازم أن توصل اللي قدامك يعني إيه الديفينيشن، إيه هو ده. يعني أقول لكم مثلا موضوع عشان بس تبقى عارفين الديفينيشن بيفرق إزاي. لما أنا كنت بدي مثلا تريننج في القاهرة، بالظبط عجلة المشاعر، كنت بدي تدريب في القاهرة في سيلينج سكيلز. فالزملاء اللي هم من الصعيد المديرين بيقولوا لي احنا عايزين نعلم الناس هناك النيجوشيشن الكلمة اتكررت كتير. طيب انا دولت ميديكال ريب لسه وفريش، اعلمهم النيجوشيشن ازاي؟ فسالتهم انتوا تقصدوا ايه بكلمه النيجوشيشن؟ قالوا لي عشان يعمل ديسكشن مع الدكتور ويفتح حوار معاه ويناقشه. انا عرفت بالنيجوشيشن شيء والزميل اللي قدامي شيء تاني. يبقى الديفينيشن وانك تسمي الحاجه بمسمياتها ينقلك نقله تانيه نوعيه. طب انا تخيل لو قال لي طلب مني في التريننج اجهز جزء عن النيجوشيشن او كورس كامل عنه، وتروح تدي الناس حاجه هم مش عايزينها. فبالتالي تسمية الأشياء ده ضروري جدا جدا. يبقى الوعي الذاتي أو السيلف أويرنس هو تفهم مشاعرك وتأثيرها عليك، تفهم نقاط قوتك أصلا والضعف بتاعتك جاية منين أصلا. يعني انك تفهم ده موجود طبعا على الابلكيشن دبل فيزيت فور فري، تقدر تعمل الاختبارات عليه، وتقدر كمان دلوقتي عملت لكم على شات جي بي تي بوت، تقدر تشير معاه النتائج بتاعه الابلكيشن وتدسكس معاه ويديك كل النتائج اللي انت عايزها جزئيا. يعني مش هيديك كل حاجه، بس على الاقل هيديك مقدمه تفهم نفسك دي، يعني تفهم انت بتعمل كده ليه. طب وهيأثر على الاخرين ازاي؟ وهي مشاكلنا كلها في الحياه تواصل بحت كلها. طبعا بتفهم من ادراك نقاط قوتك والحدود بثقه صحيه. احنا بيتر تراكر بيقول اصلا ان عشان تتميز في الحياه انت محتاج تشتغل من خلال نقاط قوتك. وهو بيقول للاسف تقريبا اقل من 20% عارفين نقاط قوتهم. وبيقول حتى اللي عارفين نقاط ضعفهم عارفينها غلط. يعني بيقول يعني 80% من الناس عارفه هي مش شاطره في ايه،
وحتى في دي عارفينها غلط. فبالتالي انت عايز عشان تتميز في الحياه وعشان تفهم وتستوعب وتكبر اصلا وتنمو، محتاج يبقى عندك السيلف اويرنس. هو اول خطوه في النمو الحقيقي انك تفهم ده. بقول لكم الحمد لله من الكتاب ده لما كان فارق جدا معايا ان انا ابتدي بشابتر السيلف اويرنس ده. ف 95% بيعتقدوا ان هم يتمتعوا بالوعي الذاتي، ولكن 10 15% هم اللي بيتمتعوا بيه فعليا او يمكن اقل. طيب انا فهمت نفسي، طب اعمل ايه بعد كده؟ يبقى هتدير نفسك، اللي هي الاداره الذاتيه. بيعمل ايه؟ بشكل منتج يعني يعني من الحاجات برضو اللي كنت بنتدرب عليها في الكوتشنج، موضوع المشاعر. انك لازم تعبر عن المشاعر بتاعتك. مشاكلنا، لا الراجل ما يعيطش، لا امسكي نفسك، لا فهو مفترض انك عشان تدير عواطفك لازم أن تديرها بدون كبت او انكار، وليها طرقها كتير يعني. والسلوك بفاعليه، انك ما تبقاش تحت غضب، تحت مزاجيه وهكذا. فهيدير الانفعالات بتاعتك. موضوع المزاجيه هتبقى فاهم اسبابه ايه برضو في كورسات بيرسونا 1. الادابتابيليتي والمرونه في التعامل مع التغيير، ولا ما ينفعش، وناس بتزعل وناس بتغضب، ده هتتعلمه برضو ان شاء الله. موضوع الاتشيفمنت اصلا، في البوزيتيف سايكولوجي يعني مارتن سيليجمان بيقول لك اصلا حاول يقيس السعاده في الحياه. حاول كتير سنين كتير ما قدرش، وصل لحاجه اسمها الحياه الطيبه او الويل بينج. كان بنموذج اسمه بيرما. فمن نموذج بيرما رقم في حرف الاي منها اللي هو الاتشيفمنت. ان الناس عشان تحس بالسعاده محتاجه تنجز، فالانجاز بيديك حاجه رهيبه جدا. النظره الايجابيه برضو، البوزيتيفيتي موجوده برضو، او البيربوس موجوده في من احد نقاط القوه بتاعت الانسان. وانك تبص لمنظور ايجابي للشيء فظيع جدا يعني. التحكم في المزاج والتكيف مع التغيرات ده جزء فين؟ في الاداره الذاتيه. يعني مبدئيا كده اسالكم، استوعبتوا ايه حتى الان في الجزء الاولاني ده قبل ما نتنقل للسوشيال اويرنس والسوشيال مانجمنت؟ لو حد حابب يشاركنا بشيء او يستفسر. لو في اسئله، في استفسار، انا معاكم. حاجه نورت معاكم، حاجه افتكرتوها، حاجه عايزين تسالوا عنها. طيب نستكمل. لو في شات هيتكتب انا معاكم ماشي. طيب احنا ما زلنا فين في الذكاء العاطفي؟ احنا في السيلف اويرنس، افهم نفسي، والسيلف مانجمنت ازاي اديرها. لان تيجي النقطه اللي بعدها، افهم الاخرين وازاي اديرهم. فالوعي الاجتماعي، تفهم عواطف الاخرين والديناميكيات التنظيميه. يعني ايه التعاطف؟ كلمه التعاطف برغم بساطتها اللي هي شو كومباشون، لكن علامه فارقه في تعاملاتي في الكورسات. يعني احد الزملاء، عشان تعرف قوه التعاطف دي، زميل شغال في اجهزه طبيه في محافظات الدلتا، فبيقول لي الكلام ده من حوالي مثلا 9 شهور او سنه. بيقول لي يا دكتور النهارده انا بعت ب 3 مليون جنيه تارجته. جايب 3 مليون جنيه ما شاء الله. بس هو الفكره ايه؟ 3 اجهزه طبيه، بيبيع اجهزه للمستشفيات. قال انا جهاز بنص مليون وجهاز بمليون ونص، وانا بخلص في جهاز تقريبا بمليون ونص، بمليون ونص تقريبا او 2 مليون جنيه. الجهازين في نفس اليوم ما شاء الله، يعني حوالي 2 مليون جنيه خلصوا بسبب ايه؟ التعاطف. كان واخد كورس اللي هو بيرسونا 1، والهديه بتاعته اللي هي كونستراكتيف فيدباك، ازاي اتعاطف مع اللي قدامي. عشان كده بقول لكم التدريب ده اكتر تدريب بعته او رشحته للناس. ففهمك للاخرين واستيعابك لمشاكلهم ووجهات نظرهم كسب زميلنا او كسب الشركه ساعتها 3 مليون. قول لي يا سيدي الشركه مثلا قول كسبه فيها نص مليون مثلا، والباقي اللي هو ثمن الحاجه يعني. فالتعاطف بيكسب، بيكسب. كل مشاكل الزيارات بتاعتنا مع الاسيستنت بسبب التعاطف. مشاكل الاسعار تعاطف، مشاكل التوفير بحلها بالتعاطف. فمش محتاج اقول فيها في التفصيل، ده هتتقال بعدين. لكن التعاطف، مشاكل الميل والفيميل، اصلا الرجال من المريخ والنساء من الزهره. لما الست او الفيميل بتشكي للراجل او تشكي لصديقتها او زميلتها واديتها حلول، تقول لها اصلا انا غلطانه اساسا اني حكيت لك. لكن لما بتسمع لها وبتعاطف، بتقول لها شكرا انك سمعتيني، او شكرا لشريك حياتها انك سمعتني. فالتعاطف
مش عايز اقول لكم انتوا لو طلعتوا من الكورس كله بالتعاطف بس والياته الدنيا هتظبط معاكم بشكل رهيب جدا. لكن احنا قلنا 64% من الناس اساسا ما بتعملش الموضوع ده. بالظبط، لو قدرت افهم مشاعري ومشاعر الاخرين بشكل اكبر هتتغير علاقتك وبالتالي شغلك، ده حقيقي فعلا. طيب، يبقى الوعي الاجتماعي تبقى فاهم التعاطف، وتعاطف القدرة وفهم وجهات نظرهم ومشاعرهم وأنماط مختلفة من الناس وبناء الشركات. كل ده بيفرق جدا جدا فين في التعامل. طيب أنا فهمت وتعاطفت مع الناس وفهمت هم محتاجين إيه، يبتدي تمانج ده. إيه هو؟ قال لك هو التأثير والتواصل وإدارة الصراع. إدارة الصراع ده هو الدكتورة دعاء تقول لكم، هي درست معايا في رمضان الاسيرتيفنس، انك مع كل خطوه او كل خلاف مع الاخر ازاي تديره، ازاي تدي فيدباك، ازاي تدي نيجاتيف فيدباك، ازاي تدي بوزيتيف فيدباك، ازاي تطلب من اللي قدامك، ازاي. اكتر كورس انا اتفاجئت بعد كده بعد ما سجلته ان هو كان اكتر كورس سجلته حتى الان، اللي هو الاسيرتيفنس، عدى فوق ال 14 ساعه عشان تدير الصراع اليومي مع كل اللي حواليك. يعني ايه صراع؟ اصلا طلباتك اصلا تطلب منهم حاجه، تنتقدهم في شيء، كل ده اسمه صراعات او نقاشات او. فمهم جدا جدا تبقى فاهم ازاي تدير اللي حواليك. عشان كده بقول لكم ان انا كنت بدي الذكاء العاطفي، لكن ما كانش تحت الامبريلا بتاعت الايموشنال انتليجنس، لكن كتير جدا هو كان معظم الكورسات هي مبنيه عليه. التوجيه والارشاد طبعا الناس اللي بتبقى فاهمه في الكوتشنج او في المانجمنت، الناس مش عايزه منك غير حاجات بسيطه وتساعدهم في التطوير. كلمه مساعده الاخرين في التطوير ده دي بترجع لاول نقطه خالص لما قلنا الناس 89% من الناس بتسيب شغلها بسبب مفيش كوتشنج، مفيش فيدباك. يعني مجرد بس انك تساعد الاخرين ان هم يتطوروا بيبقوا انجيجد معاك في الشغل بشكل رهيب. حل الخلافات والنزاعات، قلت لكم الكورس اللي هو الاسيرتيفنس، خلق التعاون وروح الفريق، دي بتبقى مهمه جدا. بس احنا في شغلنا، احنا كلنا شغالين سبوراتيك، معظمنا اعتقد في شغلنا كل واحد في محافظته او في قريته، مش محتاج التعاون كتير. بس يعني طبيعه الشغلانه فينا كل واحد فينا مكفيه، فمش هتكلم فيها. لكن انك تبقى مدير في يوم من الايام او تحفز الاخرين، دي بتبقى مهمه جدا جدا. طيب نشوف الشات. هل التعاطف مع الآخر بيساعدك، السؤال في الشات، هل التعاطف مع الآخر بيساعدك تفهم احتياجاتهم بشكل أعمق ولا بيخليني أضعف قدامهم؟ طيب ده السؤال مهم جدا جدا. ده معناه إيه؟ لازم نفرق ما بين حاجتين: الشو كومباشون والسيمباثي، أو الإمباثي والسيمباثي. الإمباثي هو التعاطف مع الآخرين لكن ما أغرقش في أوجاعهم وما انزلقش للمشاكل بتاعتهم، افضل رجل بره ورجل جوه. لكن السيمباثي او الشفقه هي دي المعضله، اللي انا بنغمس بكلتا رجلي الاتنين مع الاخرين، فانا هغرق واغرقهم. بالظبط، الدكتوره دعاء قالت فعلا ده الفرق بين الامباثي والسيمباثي. بالظبط كده، بالظبط. اشكرك جدا فعلا. فهو فعلا لا لا، ودي معضله. يعني اعتقد شاركتها معاكم قبل كده، ان في احد جلسات الكوتشنج، مجرد بس كلمه ظهرت مني مع احد الكلاينت وظهر مني ان هي شفقه مش امباثي. لا قالت لا انا مش عايزه احس بشفقه. فسرت كلامي وقعدت تفسيره وتاكيده ان انا مش بحس بشفقه لكن الامباثي. طيب ودي اللي عشان بس عارف النقطة ده، السؤال ده خطير جدا وبيظهر في جلسات الاستشارات الشخصية، أو لما احنا، ودي أعتقد اتناقشنا فيها كان في رمضان، لما في ناس بتيجي تساعد الاخرين ويقول لك بص هو اداني الطاقه السلبيه بتاعته وهو فاق، وانا اللي ايه، انا اللي شلت احزاني وقعدت اعيط انا، وهو الشخص اللي قدامك بقى فاق وبقى كويس وكده. هي القصه كلها انت كمستشار او بتدي جلسات، مش هقول لك كوتشنج، استشارات اسريه، او بتساعد اللي حواليك بانك تسمع لهم وسيمباثي وبتعيش معاه بقى المشكله كامله، بيحصل لك سيمباثي، فانت المشاكل بتغرق انت في الالم والوجع وهو بيفوق. فهو هنا بيبقى فيه فرق جوهري ما بين السيمباثي والامباثي. فعلا دكتور زهره كانت بتقول لحضرتك. طيب قبل ما نخش بقى في الاحصاءات والتطبيقات، جزء منه مقدمه، اسالكم استفدتوا ايه، طلعتوا بايه حتى الان يعني؟ طلعتوا بايه، استفدتوا ايه؟
هو بس انا عندي سؤال، هو في ناس بتبقى مولودة يعني هي بطبيعتها عندها emotional intelligence ده عالي، ولا ده بيحصل ان انا بكتسبه مع الوقت او ما بمر بمواقف معينة، آه، ولا ايه؟ عارفه انا بضحك ليه؟ لسبب واحد بس، ان ايه. كان في كويشنير عن الذكاء العاطفي في الكتاب اللي قراته ده. اول سؤال مم. فيه بيقول ايه؟ يعني مش فاكر الصيغه، بس اول سؤال بيقول: هل هو بيولد بالواحد ولا يمكن تعلمه؟ فهو مم. يمكن التعلم بأي شيء. معظم المهارات بنقدر نتعلمها طبيعي جدا جدا. لكن في ناس باي نيتشر مولودين فيلينج، مشاعريين، زي ما هم مم. مولودين انتروفيرت. هو مم. ربنا خلقه كده. لكن في ناس تقدر تكتسب الصفة. فهو الناس الفيلينج وقادرة تدير مشاعرها، فهتقدر تتفهم الآخرين بشكل رهيب. لكن هو فيلينج ومش عارف يدير مشاعره، بينغمس مع الآخرين ويتوجع من خلالهم وبيستهلك من قبل الآخرين. ممكن بقى يعيش في دور الضحية، أو في دور غالبا هيعيش في دور الضحية أو دور المنقذ أحيانا. وديت برضو من الحاجات لازم نتفرق ما بينها. فكده جاوبت حضرتك يعني هو ايوه، ايوه. فاحنا بنعمل المقاييس. لو عملت المقاييس، انا اعتقد قلت عملناها قبل كده. فهتلاقي الاحمر عالي، ده باي نيتشر كده. وسبحان الله البنت باي نيتشر بتميل اصلا للعاطفه، والراجل باي نيتشر بيميل للعقلانيه. طيب درجه النضج بقى بتاعت كل واحد هي اللي بتفرق او بتظهر الشخصيه بتاعته. لكن كل الصفات يمكن ايه تعلمها، او المهارات. انا اعتقد في مجالنا احنا ده مطلوب قوي، لان احنا بنتعامل طول الوقت مع ناس. في مجالات تانية هو مثلا بيتعامل هو اللاب مثلا اللي هو بتوع السايبر سيكيورتي، فما اعتقدش ان هو محتاج حاجه زي دي قوي. كل اللي محتاجه الاي كيو او حاجات تكنيكال اكتر. لكن في مجالنا لا، انا بحس ان هو مطلوب قوي ده، يعني طول الوقت بنتعامل مع ناس. ما هو بحكم طبيعة شغلنا كله ناس مباشر. طيب التكنيكال، طب ما هو عنده مديره وعنده زميله، اه. صح. وفهمه لسيكولوجية الهاكر مثلا لو هو في السكيورتي نفسها. ففهموا مم. كل ده. علشان كده مثلا لما هم بيتفاجئوا مثلا، اقول لها لك ازاي. مثلا هتلاقي مثلا الشركات الكبيره جوجل ومايكروسوفت، لما الناس بتلاقي ثغره عندها بداوا يعملوا ايه مع الهاكرز؟ بيدوهم مكافآت. ولو هو تالنتد قوي احيانا بياخدوا ويعينوا عنده. وطب والناس اللي بتعمل فيروسات احيانا او هاكينج، ويقول للناس انا كشفتها وساعدتكم. هو الفكره فيها الظهور. ففهم السيكولوجيه ديت يقدر يستوعبه. لكن وصلت كده الفكره. ايوه. فبالتالي الاحصاءات حتى بتقول 58% من اي شغلانه عايزه ذكاء عاطفي. تخيلي. مم. ده تزيد بقى، احنا بقى بتاعتنا بتهيألي كلها قايمه على ال 100%. اتفضلي يا دكتوره مم. دعاء. كنت حاجة بس في الجزئية بتاعت احنا محتاجين الذكاء في شغلنا ولا لا. هو احنا عشان احنا اصلا بنتعامل مع كاستمر او كلاينتس، امم وعشان نبيع للكلاينت ده احنا لازم نفهمه. وفهمنا ليه مش اي كيو، هو اي كيو، هو ذكاء عاطفي. امم فهو اصلا الاي كيو بالنسبه لنا احنا تكنيكال اصلا، يعني هو مش حاجه مهاره جانبيه، لا ده مهاره اساسيه. هو الاي كيو بتاعنا، او هو ده التكنيكال بتاعنا. بالظبط. صحيح، صحيح، صحيح. طيب حتى في كل الشغلانات يبقى انا محتاجين كده كده الايه؟ الاي كيو. حتى تقل او تزيد ماشي. لكن هو اساسي حد ادنى، يعني الاحصاءات بتقول حد ادنى 58% من ايه؟ من اي شغلانه. طيب هنشوف بعض التطبيقات السريعه والاحصاءات الفارقه جدا في موضوع الذكاء العاطفي كجزء تمهيدي. قال لك في المبيعات الذكاء العاطفي طبعا قلنا بتقرا المشاعر الناس. يعني ياما ياما وسمعت حكايات كتيره. زملاء يقول لك دخل العياده عند الدكتور ويقول له: يا دكتور لا انا كده مش هكمل الكول بشكل ما، يعني ايا كان بطريقته، ان هو ما كملش الكول ورفض انه يعمل كول مراعاه لمشاعر الدكتور. والعلاقه صارت اقوى، وكتب له وبقى بيسمح له بزيارات في وقت غير مسموح للاخرين، او بيرن عليه ويدخل. واعتقد لو حد عندكم حاجه زي كده، قصه شبه ديت، يشير معانا فيها. كونه بس انه فهم وقرا مشاعر الاخرين وما اتكلمش في اي حاجه خالص. او الاسيستنت لما احنا بنقول لها الله يعينك، كان الله في العون، والعلاقه بتتغير دراماتيكيا معاها، والدنيا بتظبط بشكل مختلف. هو هنا إيه اللي حصل؟ بالظبط ايه؟ كده برضه.
اتفضلي يا دكتور ممكن قولي لنا. أشارك بحاجة زي دي. أنا اتفضل. قابلتني برضه يعني امم دكتور كان قافل الزيارة على الشركة، امم وهي فين وفين على بال ما فتحها، بس إن أنا أزوره بس. امم فخلاص أنا زرته، هو لا مقفول مش حابب يتكلم. خلاص قلت له يا دكتور أنا بس أنا حاجة أتكلم على حضرتك، أنا مش عايزة أي حاجة تانية، امم ولا مش هتكلم حتى في برودكت ولا هتكلم في أي حاجة، أنا بس حاجة أتكلم مع حضرتك وأمشي. فتمام. واحده واحده بقى زياره في الثانيه ولا بدا يتكلم اصلا، وقولي لي معاكي ايه وبتاع، وبدا يكتب ورجع يكتب تاني وتمام. في لحد مقابل ايه؟ اه. ان انا بس قدرت، انا خلاص انا بس حاجه اتكلم مع حضرتك، بس انا مش محتاجه حاجه تانيه، وانا متفهمه ان حضرتك زعلان وبس انا يعني ما اتكلمش في اي حاجه. فواحده اه واحده بقى هو اللي اتكلم بقى، يعني الزياره في الثانيه هو اللي اتكلم. صحيح. مم. عشان يعني اشارك زي حضرتك كده بالظبط قصه، يعني مش قصه يعني، من قواعد الكوتشنج. في كتاب مشهور جدا يعني في عالم الكوتشنج، المدربه بتقول ايه؟ بتقول احيانا انت بعد جلسه كوتشنج طويله ما قدرتش تساعد العميل اللي قدامك ان هو يطلع خطه شخصيه لتصليح اموره، فبتقول وانت بيبقى جواك شعور انك عايز ترجع له ثمن الجلسه، فبتقول ما تفكرش في كده اطلاقا، يكفي انك سمعت له وسمعت له بعمق، دي اكبر خدمه تقدر تقدمها له. فالاستماع عزيز، الاستماع فظيع. جزء من الذكاء العاطفي او جزء من الكومباشن اصلا الشق بتاعه الاولاني اللي هو الاكتيف listening، والاكتيف listening ده قصه تانية خالص. وطبعا معظم الناس فكرها تقريبا تقول لك من 9 اشخاص، من كل 10 تقريبا، من 8 ل 9 فكرهم ان هم بيسمعوا كويس، واحنا اساسا كبشر ما بنسمعش كويس. فالاحصاءات غريبه جدا. فالشاهد زي ما هي الدكتوره زهر عملت، كل اللي عملته استمعت للعميل، والاستماع اللي هو مجرد بس انا معاك، انا مقدره اللي حصل، ومجرد بس زياره عاديه جدا ما فيهاش اي جزء تكنيكال. يبقى فعلا هو التكنيكال بتاعنا هو، وده والله تعبير جديد فعلا الواحد ممكن يستخدمه، التكنيكال بتاعنا هو الشو كومباشون او اظهار التعاطف. فبتفرق جدا، بتفرق معاك. حتى لما يكون في اكتيفيتي الدكتور بيفضل مين اللي فيه بينك وبينه ريليشن. الادويه شبه بعض، شبه بعض، الاكتيفيتي شبه بعض، حاجات كتير جدا شبه بعض. عارفين مشاكل الرد على الاعتراضات ايه في حته دون تصعيد التوتر؟ دايما بقولها في التدريبات، انت لو رديت على الدكتور اصلا احرجته. لو عرفت ترد على سعر، على برايس، على كواليتي، على ما جابش نتيجه وعرفت ترد عليه، ما انت احرجته، ما مش هيكتب لك. ولو ما عرفتش ترد مش هيكتب لك. ده الحل كله في اداره الاعتراضات من خلال التشو كومباشون او التعاطف. طبعا موضوع التعافي من الصفقات ده اصلا هو معمول للبيع برضو بشكل عام. لو الناس مثلا قدامه صفقه، قدامه كان زي ما زميلنا مثلا قدامه جهاز وهيخلص معاه المبلغ وقدره، اتفقت مع صيدليه في ديل معين في اكتيفيتي معينه، والدنيا ظبط، ما فرقت معاك على كلمه من ده، او على نص في المية، على 1%، والناس بتتعب واعصابها بتبوظ ومديره سمعه كلمتين، فكل ده بنتلافاه من خلال ايه؟ موضوع الذكاء العاطفي. طيب في إدارة الأشخاص، احنا الناس طبعا قلنا 89% بيسيبوا الشغلانة بسبب المدير والتعامل والطرق والكلام من ده. فالمدير الصح هو اللي بيعرف يحسن العلاقات وبينه وبين التيم بتاعه، وتقود الفريق الفعالي اللي هو وهو مش موجود الناس بتبقى شغالة أحسن مما هو موجود زي ما بيقولوا. بيئة عمل إيجابية دي، يعني أنا أعرف ناس يعني كانت عملت منظار مرتين وثلاثة بسبب بيئة العمل، منظار جهاز بسبب الضغط النفسي بسبب المدير، فربنا يعافينا يعني يا رب. طيب الاحصاءات، الناس اللي هم البلو تشبههم دي شويه، بيقول لك الشركات التي تقيس الذكاء العاطفي بالتقييمات تبلغ عن نمو ايجابي في الادارات بنسبه كام؟ 72%، مقابل 56% اللي مش بتقيس. يبقى 72 في فرق. التدريب على الذكاء العاطفي يؤدي الى زياده متوسطه في الوعي الذاتي بنسبه 25%، التنظيم الذاتي 20%، التعاطف بنسبة 30%. انا التعاطف ده هي والنسبة ده هي انا كنت بستغرب لها ومش فاهمها خالص. من خلال ايه؟ لما الناس كانت تاخد الكورسات بتاعت البرسونا 1 و 2، يقول لي بص، انا على الاقل ما عدتش بتضايق من اللي قدامي. انا ما كنتش بدي ساعتها التفاهم معاهم كهدية الكورس نفسه، كنت بدي الكورس لوحده. فلقيت الكلمة كتير جدا يقول لي أنا ما عدتش بتضايق من اللي قدامي، بقيت فاهم أو متفهم ده. فمجرد بس
الوعي الذاتي، وعيك بالاخرين، زود التعاطف اوتوماتيك بنسبه كام؟ 30%. فما بالك بقى لما تكون معاك ادوات التعاطف نفسها. ده غير انك بترضى عن نفسك، بترضى عن نفسك بشكل رهيب جدا جدا جدا. الدكتوره ندى بتقول كانت الاسيستنت واقفه متوتره وزعلانه، بدل ما اركز على الدخول الدكتور لاحظت تعبير وشها، سالتها شكلك تعبان النهارده، تحب ارجع وقت تاني؟ لاول مره ابتسمت وقالت ضغط الشغل سمعتها دقيقه واحده، النتيجه سمحت لي اقابل الدكتور بسهوله. صح جدا جدا جدا. صح. ف قصص كتير جدا انك مجرد بس تستوعب مشاعر الاخرين. من الاحصاءات بتقول 90% من ذوي افضل اداء بيتمتعون طبعا بذكاء عاطفي اعلى من المتوسط. بره بتتحسب بالفلوس، وده كان من اكتر حاجه عجبتني في الكتاب. 29,000 دولار راتب اعلى بمتوسط، المتوسط زياده طبعا ده بره مصر يعني. وكل نقطه زياده في الذكاء العاطفي قصادها 1300 دولار بره مصر. ماشي. الكلمة اللي بقولها لكم هي مسؤول عن 58% من الأداء الوظيفي جميع أنواع الوظائف. متخيلين؟ حتى لو فريلانسنج وعلى اللاب، وإنه بيتعامل مع زوج، مع مدير، مع صديق، مع فريق عمل، مع تيم، مع بارتنر، مع كلاينت. فمهمة جدا جدا الموضوع ده. من الحاجات المهمة المؤسسات ذات القيادة الذكية تشهد ربحية أعلى بنسبة 21%، وانتاجيه اعلى. البروفيت هنا، البروفيت 21، والبرودكتيفيتي بتزيد 17%. التيرن اوفر اقل بنسبه 24%. على فكره ال 24% دي هنا مع السيلز، مع الشغلات العاديه ممكن توصل ل 37%. يعني فكره الناس اللي بتسيب الشغل في الشغل العادي بنسبه 37% بتوصل لكده بدون ايه؟ بدون السيلف اويرنس، بدون استخدام نقاط القوه بتاعتنا في الشغل. فالتيرن اوفر او الابسنس، التيرن اوفر بيقل في المبيعات بنسبه 24% فيرسس 37 في الشغلانات العاديه. طبعا 24 ده احنا شغلنا اصلا في ناس ما عادش بتكمل سنه اصلا في المكان، ودي بقت شكوى عامه يعني. طبعا الشركات بتركز بتتفوق بشكل رهيب. انا مش هزود بقى عليكم الاحصاءات بشكل اخر حاجه، بس ناخد الغريبه بقى. الغريبه دي اخر، دي الصد قبل الاخيره، ان مهارات الذكاء العاطفي ان تنمو بست اضعاف في السنوات الثلاثه الخمسه القادمه، وان سوق الذكاء العاطفي قدر ب 886 مليون دولار. ده تنبؤات ماكنزي. الغريبه بقى ان الذكاء العاطفي بدأ يقل اخر 4 سنين. طب ممكن يقول لي ايه السبب؟ تتوقعوا ايه السبب؟ اه، هي عزلة كورونا، ما عشان انت لقطتها من 19 صح؟ واستخدام السوشيال ميديا بقت بشكل رهيب. فالذكاء العاطفي تخيل في مدى حاجه اليه عاليه جدا، وفي نفس الوقت بيتراجع عالمي. و36% بس من الاشخاص حول العالم يتمتعون بذكاء عاطفي، ومتوقع ان هم يقلوا. ورغم كده في طلب واضح عليه. ففرصة انك تتعلم الذكاء العاطفي، انك تفهم نفسك وتفهم الاخرين وتتعامل معاهم، يعني استثمار في نفسك رهيب جدا جدا. ده كانت نبذة سريعة عن وامبريلا للذكاء العاطفي. طبعا كل بند يبقى ليه ان شاء الله المقاييس بتاعته، وانا عملت لكم يعني استقيت من الكتاب عندي المقياس عام عن الذكاء العاطفي، موجود على الويب سايت عندي. ما اعرفش ان كان حد فيكم عمله ولا لا. ممكن يبقى كجايد لاين ليك في الاول، تقدر انهي جانب انت محتاج تستثمر فيه اكتر، انهي جانب محتاج تغطيه. كده اقدر اسالكم طلعتوا بايه، استفدتوا ايه حتى الان؟ هي اي سبب يبعد الناس عن التفاؤل الطبيعي بينهم؟ صح. الذكاء الاصطناعي طبعا في اخر 3 سنين مثلا، اخر سنتين فعلا الاي اي واستخدامه اكتر من اللي حوالينا. ده حتى ما عدناش بنفكر يعني بنستسهل الموضوع على طول. مين حابب يشاركنا؟ دكتورة زبيدة دخلت، هي كانت عايزة تشاركنا النهاردة، بتقول بتشتغل تحت ضغط يعني. فلو قدرت كنت لقطت حاجة أو سمعت حاجة تشاركينا بيها. ايه الاخبار يا دكتور علاء؟ يا دكتور عبد الخالق، أخبارك إيه؟ أخبار الصعيد إيه على حسك؟ الحمد لله، والله يسلموا عليك يا دكتور. الله يخليك يا رب. ازي أحوالك؟
الحمد لله تمام والله بخير. الحمد لله. والله يا ها. دكتور كده في سؤال معايا، لو في دكتور ماسكت فيس امم ومش يعني هو عامل يعني ايجو لنفسه قدام المناديب، مفيش يعني بتحسه مش يعني في يعني في اهتمام مننا او عايزين نخليه يتكلم، بس هو ماسكت فيس. ازاي امم اربط الذكاء العاطفي بتاعي اللي انا اوريدي اصلا مولود بيه ب... بان انا افتح الدكتور ده معايا او اخليه ابني رابور معاه اكتر واكتر؟ طيب بص يا ريس، هو ايه احد النصيحة اقولها لك. نفسها؟ طيب تمام، حلو جدا. من اكتر الاسئله بتعرض لها كتير موضوع الدكتور الماسكت فيس. طب هنا دكتور عبد الخالق اصلا اجتماعي، اصلا اكستروفيرت. انا كان عندي زميله من هنا، هي انتروفيرت، والدكتور انتروفيرت. فمده الزياره تبقى قد ايه؟ 5 ثواني. وكتير صح؟ هو طيب، اه. 3 زيارات وبدأ، ما فيش أي حاجة، كانت منقولة على اللاين ده جديد. وبدأ يكتب لزميلتها البارتنر بتاعتها، فجت خدت جلسة كوتشنج. فهي درس يا باشا، احنا محتاجين نبقى فاهمين بس حاجة. لازم نسمي الأشياء بمسميات. الماسكت فيس ده بيتقال عليه انتروفيرت. طيب انا لازم ابقى مستوعب آه، ايه هي صفات الانتروفيرت والتعامل معاها ازاي، وابقى فاهم انماط التفكير وانماط الشخصيه. فهي لما خدت جلسه الكوتشنج، اللي حصل بالنص ايه؟ هي قلت لها طب انت عارفه ايه اللي في العياده بتاعته؟ فهي لاحظت وقعدت توصف لي، وده اعتقد حاجات قبل كده ممكن تكون الزملاء سمعوها قبل كده يعني. بس عشان تبقى عارف السيلف اويرنس هيبقى عامل ازاي. هو من نمط تفكير الدكتور ده، هو شخصيه منظمه جدا. قلت لها طيب ايه اللي لقيتيه في العياده؟ قالت لي انا لقيت اليافط بتاعته، اللي مش اليافط، اللي هي البراويز اللي عنده كلها مترصصه بشكل ممتاز جدا، يعني لكنه على صف واحد. قلت لها خلاص، بعد الدسكشن معاها يعني، قلت لها خش الزياره الجايه ما تتكلميش عن الدواء. ولا يا دكتور انا لاحظت ان ان البراويز عند حضرتك معموله اكنها على ميزان ميه. ايه اللي حصل من الدكتور بعد ما هي خلصت الكول بتاعتها العاديه؟ انا اسف، هي اتكلمت على الكول وبعد كده قلت لها تقولها في الاخر. فتح معاها حوار واتناقش، وكتب لها في نفس الاسبوع. برضو حصل برضو من حوالي اسبوعين او 3، انا برضو الزملاء دي حكيت معاهم. فهو لقط الموضوع ده وشاركها مع دكتور انتروفيرت. قال له على نوع المسامير اللي داق بيها، ونوع الشنيور اللي استخدمه، وقريبه اللي شارك معاه موضوع تعليق اللوح ده. فبالتالي في الذكاء العاطفي، عشان ابقى انا مستوعب نفسي، انا شخصيه اجتماعيه، بس هو انتوا لازم هنا بقى ابقى فاهم السوشيال اويرنس. انا ابقى فاهم الشخص اللي قدامي ايه هي قدراته، ايه هو نمط تفكيره. فطب هو مش عندي، فممكن بقى ارشح لك يا اما كورس بيرسونا 1، بس ما ينفعش تاخد بيرسونا 2، اللي هو الاجتماع والانطواء، قبل ما تكون واخد ده. هيفرق جدا جدا معاك في فهمك للناس ومداخل كتير. ممكن الزملاء اللي معانا هنا لو يشاركوك يقول لك هم استفادوا منه ازاي في معرفة الدكاترة من أول مرة، وممكن من أول زيارة يقدر يكسب دكتور كده. كده تمام؟ تمام يا دكتور، وصلت يا دكتور علاء. ماشي، شكرا. هي كتير. دكتور أنا بتقول ما تخليش برود ملامحه تأثر على ثقتك بنفسك وتوترك. افهم نمط تفكيره وابتدي تتعامل. ماشي، لكن هي المشكلة في حاجة، هو ما بيسمحش. الماسك ده او الانتروفيت ما بيسمحش ان انا اتكلم اصلا يعني. هو بيديني ماسك فعلا، مش مشجع ولا حاجه. فانا هثيره بكذا حاجه. الانتروفيرت ده مشروح لوحده، سيلينج تو انتروفيرت مشروح لوحده فوق ساعه ونص. ومقارنه الانتروفيرت بالاكستروفيرت مشروح في ساعه ونص او ساعتين. فالامر اعمق من ايه، من جمله بسيطه، يعني ده مدخل كويس يعني. دكتور زبيدة لو تشاركنا بحاجه ممكن، وبعد كده زميلنا دكتور صبري هيشارك معانا السيشن التاني.
هو انا ما حضرتش من الاول فانا مش عارفه احنا فين اساسا. لا 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 لا، حته ان البرسونا 1 او 2 فرقت معاك في فهم الناس، ده كان اه السؤال يعني. كتير. انا من الناس اصلا اللي كان عندها الهوايه انها تقعد تتفرج على اللي حواليها او تفهم تصرفاتهم حتى من بعيد. اخدت مع حضرتك بورسونا 1 و 2 مانجنج اب كمان. امم. ففرق معايا جدا مانجنج اب كويس قوي كمان. انا مش عارفه حضرتك سجلته وكملته ولا لا. لا لا، ما كملناش اه بعديه، بس مسجلينه أنا- كامل يعني. اه لا، ما انا سبت الدعايه في الفتره دي فما كنتش عارفه. انا كنت انا في اه الفتره اه دي وقف الدعايه شويه. اه. فلا برضو كان كويس، خصوصا المانجنج اب مع الدكاترة. لو هو حد كي او ال تقيل، لا هيفرق مع البوينت دي. مع كمان طبعا بيرسونا 1 و 2. هو زي ما حضرتك قلت، هو الانترو هو بيبقى محتاج بس حد ينكشه بمفتاحه هو بس عشان يقرب معاك اكستروفيرت. اه مش امم. هيبقى اجتماعي بالشخص الكبير ونتدخل بقى في كل التفاصيل وهيصة ودوشة زي حالاتي كده. بس امم. لا هيفك هيتكلم. ودايما حتى يعني بنقابلها ان ده الدكتور ده يتم جدا، هم اتنين تلاتة بس اللي بيعرفوا يدخلوا له. ده امم. المندوب فلان ده بس اللي بيعرف يتعامل معاه. فبعد خبرة كتير بنلاقي ده. ممكن نسأل بقى يعني ايه اكتر حاجة انت ظبطتها معاه فيها وبقى كويس معاك. بنلاحظ حاجات زي ما حضرتك قلت، بنلاحظ حاجات في عيادته بنبدأ نتكلم فيها. لون معين او طريقة حاجة ثابتة كده في حياته، لان هم بنسبة كبيرة بيبقوا اشخاص جرين اساسا كمان. اه فبيبقى يعني شوية منظمين في حاجات معينة كده، هي يعني على اللاين كده، هي ثابتة كلها واحدة في اه. حياتهم. فلما بتنكشهم في دول بيفتحوا بقى، واحيانا بيفتحوا ما بيقفلوش والله، يعني بيبقوا ما عسولين هو بقى بيقلبوا خلاص، ما اكستروفيرت هو لو دخل عادي. اجتماعي خلاص بقى. اه اه اه. هو بيقلبوا يعني. مم. فما همش صعبين، بس هي الفكرة انت بقى إيه، تعرف المفتاح فين. بيحتاج صبر شوية. وبرضه مم. زي ما زميلتنا، يعني انا مش عارفة هي معانا في المجال الطب ولا لا، ندى، بتقول يعني برضه عشان احنا احيانا واحنا شباب صغيرين، او احنا مش عندنا الاوير الكاملة، لما بنلاقي حد كده قافل وشه واحنا عكسه اساسا اكستروفيرت. يعني حضرتك قلت ان الدكتور عبد الخالق اكستروفيرت، بنقوم مم. كاشين منه. مش ايوه. كاشين خوف، اللي هو قد اللي هو ايه مش سكتي. اه. فبنهرب شويه احنا، وطبعا كاشخاص بنرتاح للناس اللي شبهنا اكتر فبنكسل نسيبه. لكن الناس دي بتبقى مكسب كويس. بيحتاج صبر، بيحتاج ثقتك في نفسك لحد ما تلاقي المفتاح اللي انت هتفتح بيه. وبتفرق. وطبعا علم الشخصيه نفسها، انك نعرف حدوده شخصياته، الحاجات اللي بيتاثر بيها اكتر، الحاجات اللي بيحبها. يعني انا من الحاجات برضو اللي اتعلمتها وكانت باينه معايا كمان، اللي هو لا، مين الاكستروفيرت يحب تديله على مهله، ما تضغطوش، ما تاخدش منه قرارات بسرعة، ما تقولوش لا لازم ده حالا. اعرف ان هو هياخد وقته وبعد كده هيعمل لك اللي انت عايزه. سواء في الانترو قصدك؟ القرار اه الحاجات دي بقى. بالانترو، سواء في قرار اه انت تديهوله او تاخده منه، اه الاثنين. اه. في مم. تاسك يعني تكتب الحاجة، هو بيحب الحاجة مكتوبة. فلو في مثلا ديل او ميعاد للزيارة او دواء معين، لو انت مثلا لو هو يسمح بده، حتى لو على الواتساب بتاع العيادة للتواصل بكل ادب، لو هو يوافق على حاجة زي دي ممكن لما تكتبوا له يفرق معاه اكتر. ودي انا جربتها مع حد انكولوجي. انا كنت باخد مم. البرسونا اساسا، كان ايام ما كنت شغاله انكولوجي. فالانكولوجي حتى اللي اه. منهم مش اكستروفيرت بطبعه، هو الشغلانه دي علمته كده. المجال ده السبيشاليتي ده بتاع اه. الانكولوجي، علمه الحته بتاعت الانكولوجي. الايجو والانتروفيرت، وانه يحط حدود وانه يتعامل بحاجات معينه. لا كانوا يحبوا الحاجه مكتوبه. ان انا ببساطة خالص، ان حتى انا اتشرفت بزيارة حضرتك النهاردة على برودكت كذا، ومش تفاصيل كتير بقى، البرودكت مم. والتركيز بتاعه، المادة الفعالة والتركيز وهكذا. بس شوية وبتلاقيه بدأ يكتب. في مناسبة كل سنة وأنت طيب، بلاش الرسائل الطويلة والإيموشنات والإيموجيز الكتيرة بتاعتنا دي. في الهادي برضو كده تلاقي لا الدنيا لطيفة. ويعني دي حاجات بسيطة، يعني مثلا لو متاح حاجة زي دي يبدأ بيها، احنا بنبدأ بيها كده لحد ما نلاقي بقى ايه مفتاحه اللي نعرف ننكشه بيه. وتبقى حاجة سوشيال برضو في الأول، بحيث إن حتى لما نتكلم معاه في حاجة بعد كده يفك معاك. يعني أنا بدأت مؤخرا بعمل ده. مم. فلا فارق بجد. فربنا يوفق طيب، الجميع يا رب. الله يكرمك يا رب. الله ويهدينا وناخد شوية انتروفيرت كده نهدى شوية عشان سؤالك طولت عليه أوي. والله انت فكرتيني بزميلة كنت مدي الكورس الشخصيات لمصنع كرتون، تمام؟ فهي سي دي احمر اصفر، وهي اكسترو كمان، تمام. فبتقول لي كانت بعتت لعميل، سبحان الله وبحمده، اوردر، تعمل معاه اوردر.
الراجل ما كانش بيرد، بعتت له، اتصلت بيه تليفونيا ما بيردش، بعتت له واتساب ما بيردش، اس ام اس ما بيردش. فبتقول لي ايه؟ طب ما انا اصلا اللي غلطانه. هو الراجل ازرق اخضر، اللي هو التحليل التنظيمي، على اساس مم. الناس اللي ما خدتش الكورسات، وانا احمر مم. اصفر، انا اللي غلطان اصلا. قالت له، رحت عامله الاوردر، عدت نفس الاوردر او العرض باسلوبه هو. بتقول لي عمل ايه بقى؟ تخيلوا عامل ايه الراجل. اخد الاوفر او دبلره؟ لا لا، يعني هي كانت بتبعت له رسائل واس ام اس وتليفونات وما بيردش، هي عمل ايه هو بقى؟ مش عارف عمل لها ايه، عمل لها بلو. لا لا، قلت لها رد عليك؟ قالت لي لا، هو اللي اتصل عليا اول ما شاف العرض، مع انه نفس العرض. اه، هي بتقول لي غيرت الصيغة يعني تاني. لا، بس مجرد عادة الصيغه. اه، فبتقول لي بقى ايه مشكلتها ايه؟ بتقول لي انا اصلا لو انت اتصلت عليها تقول، وهي عارفاك، تقول ازيك، اهل هلالك، اخبارك، عامل ايه. فافتكرتها لما انت بتتكلمي تقول ايه، نقلل الايموجنز ونقلل الايه، التعبيرات بتاعتنا دي. بتقول لي ايوه. مجرد، انا بتقول والله انا ماسكه نفسي بالعافيه ان انا ما اقولوش ايه هل هلالك وافتح دي. ايوه. فبتقول لي ماسكه نفسي. ايوه يا فندم ايوه يا فندم، ايوه يا فندم. هي تتكلم وهي ترد بايه، على القد. قلت لها خد الاوردر؟ قالت لي اه. الاوردر كان بكام؟ كان في 2018 ب 3 مليون جنيه. اللهم بارك، اللهم بارك. اوردر في الكرتون. تمام ايوه، دي خد. حقيقة، اللي هو انت لما بتفهم اللي قدامك. لا، انا الموضوع فرق معايا كتير جدا جدا، سواء اه. وانا مندوبة قبل ما اسيب الدعاية، او حتى مم. لما رجعت دلوقتي على مانجيريال ليفل يمكن اه. مختلف، سواء بالتعامل مع اللي فوقي او اللي تحتي، او حتى مم. مع دكاترة خالص خارج شخصيتنا وتخصصات جديدة. بتفرق يعني. انا كنت الاول مثلا وانا مندوبة صغيرة برضو، وقبل ما اخد الشخصيات وبرسونا 1 و 2 والمانجنج اب، لا كنت اقعد شويه لحد ما نبيلد ريليشن شيب مع الدكاتره. مم. لما خدت مانجنج اب، كنت وقتها في الأونكولوجي، فرق معايا مع دكاترة الأونكولوجي جدا جدا بشكل فظيع يعني. آه. دلوقتي لما لما رجعت تاني دلوقتي على مانجيريال ليفل، وبقى معايا تخصصات جديدة ومناطق أنا ما اشتغلتهاش أصلا في حياتي قبل كده. لا، انا رجعت قرأت حاجات في بيرسونا 1 و 2 والشخصيات. ممكن حتى حضرتك فتحت لي الكتاب اللي انا كنت مم. بقول لحضرتك عليه، اه. انماط التفكير. يعني انا قرأت فيه، لا انا الموضوع فرق، اللي هو زيارة 2 انا خلاص علاقتي بالدكاترة بقت كويسة. يعني انا النهاردة مثلا كنت في مستشفى في دمياط، عندنا جروب ميتنج او مم. اي بي اكشن، يعني على حسب مم. يعني الشركات بتسميه ايه. انا كل دكتور فيهم شفته مرة واحدة بس. 5 من الجروب ما لحقتش، اه. انا لسه مش كتير. اه. هو مرة مش انا كنت قاعدة معاهم في القسم النهاردة ولا بنت خالتهم يعني. هزار وضحك وبتاع، والبرزنتيشن كانت لطيفة جدا. فلان مم. ده الكاركتيريا بتاعه كذا، فلان ده مع ان في ناس منهم يعني كان الفيدباك من المندوبة اللي معايا، ده ماسكت فيس وما بيتكلمش خالص وما بيقولش مش عارف ايه وبتاع. لا، فرقت انك تعرف بس التكه بتاعت المفتاح هتفرق، وهتلاقي الدنيا كلها فكت معاك وبقت كويسه. وفي ناس لما هم ماسكت فيس ما بيتكلموش ومش هتعرف تجيب مفاتيحهم، تبقى مفاتيحهم دكاتره تانية او حد صاحبه. لما تلاقيه مم. في اللي هو ايه، صاحب حبيب حبيبي حبيبي كده، اللي هو صاحب اي صاحبي، اي بيبقى كويس معاه وتلاقيه يفك معاه. اي. فاحيانا في الجروب يفرقوا. يعني لو انت مثلا قافل معاك ضبه ومفتاح، ما انتش عارف تجيب مفتاحه فين، تلاقي حد صاحبه، لا صاحبه هو هيوصلك صحيح، ليه ما شاء والدنيا الله عليك. تبقى ماشيه احسن. فكل الحاجات دي احنا اتعلمناها من حضرتك. الله يعني انا يكرمك بحب والله، احضر الله مع يكرمك، حضرتك جدا الله جدا يكرمك، الله يكرمك. جدا. وانا قلت لك وفعلا بحب مشاركاتك والله، فعلا الله بتجيب مني يعزك. الوقت والله. وفعلا يعني فهم الشخصيات، بتحس انك معاك كتالوج الناس اللي حواليك شوية، والدنيا بتفرق وبتجيب فعلا ريزلت اسرع. يعني بحاول انقل ده للشباب، ربنا يهديهم يا رب، ويعني يستخدمنا في تعليمهم. يا رب. بتفرق فعلا، وبتفرق كتير، وبتحل معاك حاجات كتير. يعني حتى لو مش الدكتور، حتى لو الاسيستنت، حتى لو العامل في قسم، الممرض بتاع الاسانسير حتى، لا بتفرق وبيحلوا لنا حاجات كتير جدا جدا. ففهم الشخصيات عموما حتى على يعني، وفي النطاق الشخصي حتى في تعاملاتنا الشخصية مع الآخرين بتفرق. فسواء على مستوى البيزنس أو حتى على مستوى الشخصي، لا أنا أرشح لأي حد إنه يتعلم البيرسونال 1 و 2، وإنه يحلل الشخصيات اللي حواليه. الله يكرمك. هو فعلا زي ما قلت لكم، هي جزء اصيل فعلا من الذكاء العاطفي انك تفهم نفسك الاخرين. فاشكرك والله يا دكتوره زبيده والله،
ممتن جدا لمشاركتك حقيقي والله. شكرا حقيقي. طيب هو انا افترض. اه اتفضلي. قول. انا اسعد بحضرتك والله، ده شرف لينا طبعا ان احنا الله نتعلم على يكرم، ايدين الله حضرتك يا يكرم، دكتور. الله يعزك يا رب، الله يخليك. الله يخليك. طيب هو افترض كان دكتور صبري هيخش هيدي جزء، بس تقريبا ان في مشكله عنده في النت. والله هو كان مجهز سيشن جميل جدا على ازاي نحول افكارنا ومشاعرنا لما بتكون قافله معانا لسيلز. كان عنوان حلو جدا في السيكولوجي يعني. فمعلش بقى انا هنعوضها بقى مره تانية، لان هو تقريبا كده عنده مشكله. فطيب دي كانت بدايه بس الجزء تعريفي بالايموشنال انتليجنس. ان شاء الله هنزل لكم محاور التدريب كامله ان شاء الله. الخطوات بتاعته ايه؟ غالبا هيكون كل يوم ثلاث، غالبا مثلا من 9:30، او لو انتوا عايزينه مثلا من 10 ونص. نشوف نبقى عايزين ايه ازاي. وادعوكم انك تعملوا الكويشنير اللي هو على الويب سايت، وتشوفوا احنا فين وممكن يودي على فين. آه، كده بالتالي كانت النبذة أو مقدمة عن الذكاء العاطفي. أفهم نفسي وأقدرها، وأفهم الآخرين وأقدرهم. وأشوفكم بقى المرة الجاية إن شاء الله. شكرا جدا لكم وسعيد جدا بكم، وشكرا على مشاركتكم القيمة. ومعاكم في أي أسئلة جانبية لو بره الموضوع يعني.